قرارات عاجلة من الرئيس السيسي وخبر ب1,000,000 جنيه لكل أصحاب المعاشات. متابعينا الكرام، تتصلكم أخبار مصر والمعاشات برجاء الاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل هذا الفيديو، تفعلوا زر الجرس، تدعمونا اللايك، وإليكم كافة التفاصيل. بدأت الحكومة المصرية رسميا في تنفيذ خطة شاملة لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير نظام التأمينات الاجتماعية وضمان استدامة تمويل المعاشات بما يتوافق مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وتفاصيل الخطة الزمنية لرفع سن المعاش: بتستهدف الخطة توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاما لجميع العاملين سواء في القطاع الحكومي الخاص أو العمالة الغير منتظمة، على أن يتم تطبيق ذلك بالكامل بحلول يوليو 2040. ومواليد 1 يوليو 1971 سن التقاعد 61 عاما، ويتم صرف المعاش في يوليو 2032. مواليد 1 يوليو 1972 سن التقاعد 62 عاما، ويتم صرف المعاش في يوليو 2034. مواليد 1 يوليو 1973 سن التقاعد 63 عاما، وبيتم صرف المعاش في يوليو 2036. مواليد 1 يوليو 1974 وسن تقاعد 64 عاما، وبيتم صرف المعاش في يوليو 2038. مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها سن تقاعد 65 عاما، ويتم صرف المعاش في يوليو 2040. وأكدت مصادر حكومية أن هذه الخطوة بتهدف إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز مرونة سوق العمل والحفاظ على توازن صندوق المعاشات لضمان استمرارية الصرف للأجيال القادمة. كما تسعى الخطة لتقليل الفجوة المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط الأعمار وزيادة أعداد المستحقين للمعاش. وهل توجد استثناءات؟ لا توجد حتى الآن استثناءات معلنة من تطبيق هذا الجدول، حيث يسرى القرار على جميع العاملين، ويتوقع أن ترافق الخطة إجراءات موازية لتحسين بيئة العمل وزيادة برامج التدريب والتأهيل للموظفين في الأعمار المتقدمة لضمان قدرتهم على مواصلة العمل بكفاءة حتى سن التقاعد الجديد. ووافقت الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية والتي تضم نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين على زيادة المعاشات الشهرية لأعضائها بقيمة 500 جنيه. وبموجب هذا القرار سيصبح المعاش 2000 جنيه بدلا من 1500 جنيه، على أن يبدأ الصرف بالزيادة الجديدة اعتبارا من 1 أكتوبر 2025. زيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الطبية. ووصف الدكتور أحمد الشيخ عضو مجلس نقابة الأطباء هذه الزيادة بأنها إنجاز مهم لمجلس الإدارة، موضحا بأن هذه الزيادة رغم أنها تبدو محدودة رقميا إلا أنها تمثل عبئا ماليا ضخما على ميزانية الاتحاد. ووفقا لتقديراته يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات حاليا حوالي 127,701 مستفيد، وكانت التكلفة الشهرية الإجمالية للمعاشات بتبلغ 181 مليون جنيه، لكن بعد تطبيق الزيادة سترتفع التكلفة الشهرية إلى نحو 245 مليون جنيه بزيادة شهرية تبلغ حوالي 63 مليون جنيه. وعلى الصعيد السنوي ستزيد التكلفة الإجمالية للمعاشات بنحو 766 مليون جنيه، مما يتطلب من الاتحاد البحث عن مصادر تمويل جديدة لضمان استمرارية الصرف. وأضاف الشيخ أن معاش اتحاد المهن الطبية من أعلى المعاشات المقدمة من النقابات المهنية في مصر، وأنه معاش نقابي مستقلة لا يتبع أي جهة حكومية، وهذا يؤكد التزام الاتحاد اتجاه أعضائه ووراثتهم وتوفير الأمان المالي لهم بعد التقاعد. ومفاجآت بالجملة لأصحاب المعاشات في سياق متصل. قالت تقارير إعلامية بأن الفترة الماضية
قد شهدت زيادة معاشات المواطنين بنحو 15%، وذلك بدءا من شهر يوليو الماضي، وهذا في سياق دعم الحكومة المتواصل لكل الفئات الأولى بالرعاية. ومن المتوقع ان الفترة اللي جاية هيكون في قرارات مهمة جدا لكل اصحاب المعاشات، ومن ضمنهم خبر فعلا بمليون جنيه، ان اصحاب المعاشات وخصوصا اللي خرجوا من سنة 2004 و2005 على المعاشات هياخدوا علاوات الخمسة الجديدة. الناس اللي ما خدتش علاوات الخمسة بتاعتها تقدر دلوقتي تستعلم وتشوف هل انت مستفيد، لان محكمة القضاء الاداري في جلساتها السابقة انتصرت لاصحاب المعاشات بقرارات تاريخية، قرارات تاريخية وجميلة جدا، بصرف العلاوات الخمسة لكل اللي خرج على المعاش من ابتداء من سنة 2005 ل 2024. دول كلهم مستحقين العلاوات الخمسة. فانت كصاحب معاش دلوقتي تقدر تستعلم بنفسك هل انت من اصحاب المعاشات اللي خدوا بشكل كبير العلاوات الخمسة ولا لا، وتعرف لو انت من المستفيدين هل فعلا انت خدت المبلغ علاوة، هل كام المبلغ اللي انت هتاخده في العلاوات الخمسة، واللي هيتراوح ما بين 45,000 ل 59,000 جنيه لكل صاحب معاش بأوامر من القيادة السياسية. وطبعا مش بس كده، انت الفترة اللي جاية بس مش علاوات خمسة اللي انت هتاخدها، انت في زيادات كتير مستنياك، 15% في يوليو اللي جاي، مش عارف احتمال يكون في حزب قطاعات حماية اجتماعية كمان كام يوم ب 500 جنيه، مش عارف في من 100 300 جنيه على بطاقات التموين، ممكن يكون في زيادة برضو 15% في يناير، زيادة تانية في ابريل. فانت كصاحب معاش تعتبر من اكتر الفئات المستفيدة في الدولة المصرية، وانت الوحيدة اللي تقدر الفترة اللي جاية تاخد زيادات كتير جدا بأوامر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي دايما حاسس بأصحاب المعاشات وانه دايما بيزودهم على قدر المستطاع، وان فعلا كل فترة بيكون في حاجات كتير جدا 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 لكل أصحاب المعاشات، لأن أصحاب المعاشات فعلا هياخدوا فلوس كتير جدا الفترة اللي جاية تحت إشراف ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بنوجه له كل الشكر والاحترام على الدعم المتواصل لأصحاب المعاشات، والدكتور مصطفى مدبولي أيضا اللي دايما حاطط أصحاب المعاشات من ضمن أولوياته. شكرا دكتور مصطفى مدبولي، شكرا لكل فرد في الحكومة بيعمل من أجل أصحاب المعاشات ولأجل الدولة المصرية. متابعينا الكرام، تتصلكم أخبار مصر والمعاشات برجاء الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.